أسبوع جديد ومواضيع عديدة رح نتناولها اليوم. أبرز زواج نيلي كريم يلي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من رجل يصغرها ب8 سنوات. كمان عنا مروة راتب تضرب من جديد هي والطابق الخليفاني اللي وراها. كمان رح نحكي عن الإهانة يلي وجهتها دنيا ملكة جمال ذهب الجزائر. ما فينا نمرق الحكي اللي قالته مرور الكرام. دينا الشربيني في مصر تهرب من عدسات الكاميرا ومواضيع أخرى مثل العادة. ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. كالعادة يا سعادة، مروة راتب ما فيها تقعد عاقلة، وثقتها بنفسها عم بتصير مستفزة كل يوم أكتر من يوم. يمكن عم تاخد ثقتها من نفسها تستمدها من الطابق الخليفاني اللي وراها، لأنه غريب هالقد الثقة. ورجعت من جديد تقول إنه كل البنات عم بيقلدوها. خلينا نشوف شو قالت. كل البنات يجون هنا العيادة متروسة فل، يجون يسوون شفايف مروة ويجون يسوون نبغى نفس جسم مروة، سووا لنا تعبة ولا أي حل، المهم نفس جسم وشفايف مروة. عيل اللي يحشون في الانستغرام شفايفها وجسمها اوفر منو؟ اوفر يا عمي؟ مين منكم يا عمي عم بيقول اوفر عن مروة راتب؟ مين؟ الكن عين تحكوا كمان؟ كل هالخلفية اللي وراها يخزى العين، يخزى العين. هاي خلفية 3D و 4K. كل ما تكبروا الشاشة، كل ما تكبروا الخلفية او الشاشة بتصير الرؤية اوضح. ولي تحت الارض هيتك انت ضروري تروحي عند حكيم نفسي قولي له ثقتي عم بخدها من خلفيتي، دخيلك اعمل لي شيء، اقطش لي صلة الوصل بين الخلفية ودماغي، لانه خلفيتك عم بتمأثر على دماغك. هلا نحنا فاهمين وعارفين انك نازعة قفاكي، هيدي نحنا فاهمينها، بس تجي تقنعيني انه في بنات بالعالم العربي عم يجوا عم بيقولوا له ليك هالقفة ليك هالخلفية بدي مثلها. لا حبيبتي معلش، هون وبس. في انت وفي كمان بالعراق عنا داليا نعيم، انتوا لازم تاخدكم جمعية الآثار، جمعية الكائنات المهددة بالانقراض، ويحطوكم بالمتحف الوطني، لأنه ماني شايف حدا مثلكم إلا انت وياها. آثار لازم يحتفظوا فيكم، غير هيك ما فينا نحكي. الدكتورة خلود عملت لاستعراض ساعتها يلي قيمتها 500,000 دولار تقريبا نكاية وجكارة بفاطمة شبيهة نادين الجام يلي تزوجت بالسعودية من رجل على ما يبدو مقتدر ماديا، وهداها هيدي الساعة بقيمتها. فجكارة فيها راحت وبلشت تستعرض ساعتها بطريقة انديركت انه شوفوا انا عندي منها. خلينا نشوف شو عملت وانا اعود للتعليق على الموضوع. ايش رايكم؟ باحتياط، ما عندي اعراض، ما عندي شيء، بس انه يعني كذي ما تدرون وايد قاحتي. المهم انه ان شاء الله خير. هاي شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم حاضرة مبكر بخلص شغلي. يعني كتر خيرك يا رب انه جاب لها ساعة مرصعة بالالماس وما جاب لها كلسون مرصع بالالماس. كنا ما لحقنا استعراض، كانت يمكن الدكتورة خلود راحت جابت كلسونة وتصورت فيه. يعني هالقد خفة العقل، هالقد الغبا. ولي تحت الارض ريتك انت دكتورة، بيقولوا دكتورة بيكون عندك عقل كبير. انا بحس انت اذا فتحنا راسك ما منلاقي دماغ منلاقي بطيخة. معقولة توصل التفاهة لهون؟ نجي شو صوروني وانا مش منتبهة، شفتوا الساعة، شفتوا هاي الحركات الكيدية تبع النسوان ما في اعرف منها وما إلها داعي. يعني ما تفكروا العالم اصلا بهمها انتو شو عندكم وشو ما عندكم. العالم بالا يلا تاكل يلا تعيش وتتسلى باخباركم لا اكتر ولا اقل. ما حدا سئلان يا خلود اذا عندك ساعة ولا كيلوت ولا كلسون ولا ما بعد ولا فيزو. اخر همنا يا حبيبة قلبي الله يهنيكي. عن جد كل انسان شبع من بعد فقر الله ما بيشبعه، لانه بحس بعدين رح توصلوا لمحل ترجعوا مثل ما كنتوا، لانه الله شبعكم بالنعم جيتوا تعملوا شو اوف وتصرفات ما بتليق بالشيء اللي انتوا فيه. نخلص من مسخرة الدكتورة خلود لنشوف مسخرة السيد محمد رمضان. شوفوا جمهور محمد رمضان لطيله وناطره، خلينا نشوف.
الله على هالجمهور، الله شو هالعالم الفاضي اللي ما عندها شغله وعامله غير تقعد تركض قدام الباب عند محمد رمضان النجم العظيم وتيجي وتبوس وبليز بدنا نتصور. فرد المرة الجاية استأجر أطفال رضع، ما شاء الله إذا هو جمهورك شيء تحفة. المرة الجاي حبيبي استأجر أطفال رضع يجوا يعملوا واو واو، بدنا نتصور حد محمد رمضان. ولا تحت الأرض ريتك أنت وتامر حسني وجو رعد وكتير. هاي الأفلام المحروقة، الأفلام الهندية اللي بتعملوها تجرنا منها. نحن هلأ صرنا بهوليوود، يلي هي هوليوود بتروح أنجلينا جولي على السوبر ماركت ما حدا بيعرفها ولا حدا بيعبر. هلأ محمد رمضان بدهم يجوا يتصوروا معك، أنا الأسطورة وأنا النمبر 1 وهات أغاني التافهة. لا يا حبيبي شو عامل أنت؟ طالع على المريخ بستخرج المي من القمر. هلأ نحن بدنا نقعد نقدر التافهين والعالم اللي عم تكتشف علاجات وتعمل اشياء مهمة للبشرية هو بدهم يضلوا بالظل؟ لا ما بيصير هذا الشيء. لكل قام مقام، وانت وها الكركمات اللي هن بيسموا حالهم جمهورك تحت الارض ريتك وعلى ريتهم ما بتهمونا بشيء. تعليق استفز كتير الفنانة شمس عن عمرها، خلينا نشوف كيف ردت لرد عليها. صارت عجوز بس حلوة، عيوني وصلي عمري حبيبتي، أنا عجوز وصلي عمري تكفين، وريني دعامية وجهك يوم توصلين عمري شلون بيكون شكلك، ووريني كيف يتقاطعون عليك رجال حتى من الكواكب حتى من الفضاء يدورون علي. أنا ما أنشر، أنا والله لو أحط في بالي وأطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكاونتاتي أو في الحياة، وربي تقولون شنو ما في غير هالمرة كل العالم تبيها. عيوني حبيبتي وصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه. لا بدك تخفي علينا أنت يا مارلين مونرو العرب، يا سعاد حسني الشرق الأوسط. بدنا نروق حبيبتي على مهلك شوي، خذي نفس عميق وركزي معي حبيبتي. الرزق السايب بعلم الناس السرقة. يا ما كل هالبطيخ المتدلل والرمانات اللي ماشي قدامك مكشوف كله طبيعي، مش بس بيجيكي طلبات زواج وطلبات أحياء كمان وبالجملة ومش بالمفرق. يعني مانو هالإنجاز. هلأ جيبي حيالله بنت ولك النورية جيبيها الشحادة ولبسيها فستان مثل تاعول هيفا وهبي ورلا يموت بيجيها 1000 عريس وطلبات أحياء مثل ما قلت لك. وتنجي على شكلك بالفيديو تحت الأرض ريتك لا وبكل ثقة عاملي خدودك من كتر ما انك حاطه روج على خدودك، ما بعرف شو بيسموه هذا. عاملي مثل لما امي بتقلي البصل ليحمر بتشيلهم عن المقلي، يعني تحفي مكياجك يغسل العين. اذا هيك ومع مكياج وعم بيجيكي طلبات زواج شي حلو كتير، روحي شوفي غير عالم بال60 وبال70 احلى منك ومن عاملين نتفة لا بوتوكس ولا رتوش على قولة نادين ولا شي، منن عاملين شي وجميلات وطبيعيات مع تجاعيد لأنه الإنسان بيكون حلو بمنظره وبشكله وبشخصيته أكتر من البوتوكس والمكياج. ورح فرجيكم بالفعل امرأة تونسية فلاحة عم تشوفوها قدامنا على الشاشة. هيدي المخلوقة فلاحة بتشتغل بالفجر للنجر وما بتحط مكياج، وشوفوا سبحان الله جمالها يلي بهرت فيه نساء العالم العربي يلي حابين يصيروا مثلها. هاي بنتشبه فيها، مش شمس وشروق وغروب. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. نيلي كريم تتزوج للمرة الثالثة. يلا شدي همتك، بعد مرة بتصيري الحجة متولية، الله يهنيكي مش مشكلة، ما خصنا بالموضوع. الزوج بيصغرها ب8 سنين كمان مش مشكلة. يعني مش ضروري كل مرة يكون عقلها كبير ولازم تتجوز واحد أكبر منها، مع أنه علميا الرجل لازم ياخد مرة أصغر منه لأنه النضوج العقلي للرجل بيكون أقل من النضوج العقلي للمرأة. بس يمكن بحالة نيلي كريم مختلفة. مش هيدا التعليق على الموضوع، بس التعليق على العرس. هلأ هي حلوة وكل شي والفستان حلو وماشي الحال، بس أنا عرفت من الشو أوف بالأعراس، عرفت من تقليد الأجانب والغرب بالأعراس. يا حبيبات قلبي غببتونا على قلبنا.
يعني عشوائي مصر يلي كنا اخدينا البلد الشعبي، الاعراس الشعبية، الرقص الشرقي، هيدي الصورة الحلوة عن مصر. مشاهير مصر عم يدفنوها، صرتوا انتو اضرب من الاجانب. الاجانب عم يعملوا اعراس متواضعة وما حدا بيعرف كيف تجوزوا ولا شو عملوا، وبنصير منفتش على الصورة نادرا لنلاقيها، بينما انتو ما عندكم شغلة تعملوا الا الشو اوف. شوفوا نحن معانا فلوس، شوفوا نحن قادرين نعمل احلى حرس وبنروح على شرم والغردقة وما بعرف شو. العالم قرفت من الشو اوف. من زمان كانت فكرة العرس انه قرايبين العروس والعريس محتفلين فيهم هن يعملون العرس، ما يتكلف العريس شيء. لا انتو بمصاري العرس يلي عم تعملوها فيكم تطعموا مليون فقير، منو جايكم شيء من الشو اوف. تجوا بتسكروا وبترقصوا، بعد ساعتين خلاص انتهى حكية العالم فيكم ابو يوم يومين وانتهى كل شيء. يا ريت نرجع نكبر عقلنا ونرجع نفكر بالطريقة الفعلية كيف لازم يكون العرس عن جد، ونبعد عن الشو اوف لانه عن جد قرفنا. ولي تحت الارض رايدك جرسينا. دينا الشربيني يعني ما رح تبطل حركاتها مع الاعلام. هديك المرة هربت منهم ما بدها تجاوب، هالمرة ما بدها تتصور بعزاء المرحومة دلال عبد العزيز. خلينا نشوف كيف تصرفت الست دينا. لا تخافي حبيبتي، ما رح يعضوكي، ما رح يكتشوكي، ما رح يصير لك شيء اذا تصورتي هيدي الصوره وفرجيتي الاعلام انك جاي. اصلا انت جايه للشو اوف، انا جايه اعزي بشي ما يحكوا عليك الاعلام. من الاخر 3/4 العالم جاي، وخصوصا من بعد فضيحه يسرى واللي راحوا على العرس، هلا كلهم ما استرجوا، كلهم جايين وما راحوا تاني يوم على عرس. منيح انتبهتوا على حالكم. بس انت بالضبط مش معقول شو معادية للاعلام يا حبيبة قلبي. اذا مش عجبتك الشهرة روحي قعدي ببيتك، صرت قايل لك اياها 100 مرة. يعني تصرفاتك مثل اولاد الصغار، يعني مثل كأنك عم بتلعبيهم الحرامي والشرطة، يعني مش معقول هالقد. هيدا المصور يلي جاي من اخر الدنيا ياخد صورة، هيدا شغله، انت لازم تحترميه. ليدي ديانا بزماناتها الله يرحمها لما كانت تكره الصحافة لأنه شخصية عامة وكتير يضايقوها، مش مثل عندكم انتو يعني عم ندفي. هونيك كان كلنا بنعرف شو كانت قيمة الليدي ديانا. قال أحد الصحفيين أرجوك يا الليدي ديانا ابتسمي بوجهي وخليني صورك هيدي الصورة، لأنه ما رح أقدر طعمي عيلتي أو نام بشقتي اليوم، أنا عندي أجار بدي أدفعه. فالليدي ديانا احترمته وابتسمت بوجهه وتصورت، لأنه هي بتعرف أنه مثل ما هي مهنتها كانت تكون أميرة وعندها منصب اجتماعي، هو مهنته يصورها لحتى يقتات بأجره يلي رح ياخده إن كان زهيد أو عالي، ما بنعرف حسب قيمة الصورة. تعلمي تحترمي الإعلام للعالم تحترمي. ولا تخافي حبيبتي، نحن عارفين انك جاية على العزاء بلا مكياج، يمكن لو شافوك الصحافة كانوا هن هربوا منك بدل ما انت تهربي. تحت الارض رايتك عريت كل اللي بيفكروا مثلك. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. ملكة جمال ذهب الجزائر لسنة 2018 أهانت الشعب الجزائري بشكل كبير، وذلك إثر الحرائق اللي صارت مع شعبنا الشقيق. خلينا نشوف شو قالت هالكركمة ونعود. انتيا ما توقفيش مع بلادك. بلادي واش دارت لي؟ بلادي اللي شوهتني، بولاد بلادي اللي داروا فيا حاجه وهضروا فيا حاجه وشوهوني. حسبي الله ونعم الوكيل. هما اللي نوقف معاهم وشوهوا بزاف بني ادم، هادو اللي نوقف معاهم. نتوما كي شوهتوني باللي انا سوا ديزون ساخطه، قلتوها وما حشمتوش. هما اللي خليتو الناس تقسيني هاد لا كيسيون. حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، والشح وش راهو يصرا فيكم. الشح يوم علينا ويوم عليكم. ولي تحت الارض رايتك. اول شيء بدي اقول لك يا الجزائر اصلا ما بتتشرف بدعوات وحده مثلك طالعه من الدوش ولابسه المنشفه وجايه تحكي وتتفلسف على شعب عظيم ضحى بمليون شهيد جزائر لحتى تقدري تطلعي وتحكي وتعبري عن رأيك. مبين من طريقة حكيك ومن طريقة لبسك انه انت اصلا الشعب الجزائري منه ظالمك ابدا، بل انت يلي فيك شي غلط. ولازم من بعد هذا التصريح يتم سحب الجنسية الجزائرية مثلك، لانه البقرة يلي هي كانت بالجبال الجزائرية واحترقت وشفنا الحجة حدا زعلانة على مصدر قوتها ورزقها،
إلها قيمة أكتر منك ب100 مرة. لازم من بعد هيدا الشيء اللي قلتيه يعطوكي لقب جديد، بدل ملكة جمال ذهب الجزائر كركمة الجزائر الأولى ودون منافسة كمان. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. من بعد ما انفجعنا من سنة تقريبا بعرض اليوتيوبر السوري أدهم وأصالة، أنس وأصالة ما بعرف شو اسمهم، راحوا حطوا شو جنس مولودهم على برج بدبي. هلا من جديد يوتيوبرز اثنين كمان السوريين كمان راحوا قال لا يعرضوا لنا على اهرام مصر اذا ابنهم عنده خياره ولا اذا بنتهم عندها دراءه، يعني اذا جابوا صبي او بنت. يعني أتفه من هيك عالم وأتفه من هيك موضوع وأتفه من هيك متابعين بفوتوا يحضروا هيك شيء ما رح شوف ولا بدي شوف. يعني الشعب السوري المظلوم، هيدا الشعب يلي فيه تقريبا ما بعرف كم صار ساقط شهيد لهلأ بسبب الحرب الأهلية والأزمات، في بالفعل فئة قليلة من السوريين عم بتشوه سمعة هيدا الشعب العظيم بهيدي الحركات السخيفة والتافهة يلي عم بيعملوها ببلاد برا. أنا يا ريت بشوفكن عم تعملوا شي مبادرة لمساعدة اللاجئين، لتأمين الغاز، ليش بدنا نشوف أنجلينا جولي وبراد بيت هن عم يجوا يعملوا مبادرات ليساعدوا الشعب السوري، بينما كركمات اليوتيوب وكركمين اليوتيوب يلي ما بينعدوا ولا يحصوا عم بيفرجونا إذا ابنهم أو بنتهم عندهم خيارة ودراءة. هل قد الموضوع مهم لتروحوا تدفعوا مئات آلاف الدولارات على هرم مصر لتفرجونا هيدي التفاهة؟ بعد ناقص تروحوا تعرضوا لنا فحص البول على برج ايفل كمان تحت الارض. ريتكم عريت اللي بيتابعوكم فعلا قرفتونا. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة. ما في داعي اذكركم مثل العادة إذا كنتوا حابين تتواصلوا معي على انستغرام وتقترحوا المواضيع عم بيطلع قدامكم الاكاونت على الشاشة. إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات لازم تعملوا سبسكرايب، وأهم شيء لحتى ما تفوتوا ولا حلقة لازم ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.